وكانوا يطعمون الطعام، وكانوا يحسنون الجوار، وكانوا يفكون العاني، وكانوا يكرمون الضيف، كانوا يصنعون هذه الأمور. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان، وذكرت هذه الأخلاق التي كانت فيه، فهل نفعه ذلك شيئا؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد قال: حدثنا عفان هو ابن مسلم الصفار قال: حدثنا أبو خلف هو موسى بن خلف، وكان يعد في البدلاء، عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن ابن سلام عن جده منطور هو أبو سلام الحبشي الأسود، عن الحارث بن الحارث الأشعري أبو مالك الشامي وهو من الصحابة رضي الله عن الجميع، وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد كما ذكرت في مسنده في موضعين، وذكره الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، كما أورده الإمام النسائي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في الصحيح وفي التوحيد، وابن مندى في كتاب الإيمان، والطبراني في معجمه الكبير وفي مسند الشاميين، وأورده الإمام الآجري في كتاب الشريعة، وأورده الإمام ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني وفي كتاب السنة، كما أورده الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في الأسماء والصفات، وأورده الإمام الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين. وليس كذلك، فإن زيد بن سلام وجده منطور لم يخرج لهما البخاري ومسلم في صحيحيهما شيئا، وإنما أخرج لهما البخاري في كتابه الأدب المفرد. كما أورد هذا الحديث أيضا الإمام أبو يعلى الموصلي وأبو داود الطيالسي في مسنديهما، والحديث صحيح إن شاء الله، وهو حديث طويل